It's a yes day challenge. وده معناه إن ما ينفعش أبدا أقول لهم النهاردة لأ. خايفين عليا؟ ما تقلقوش، لأن أنا حاطة كل الأوبشنز بنفسي، وأول أوبشن بدأنا بيه هو اللبس. يلا اختاري اللي تحت بقى. ونسيت أقول لكم إن أنا بغششهم كمان علشان اليوم يعدي. والاختيار التاني كان على المكان اللي هنقضي فيها اليوم ده، واختاروا كيدز ستيشن، وده فعلا اكتر مكان هما بيتبسطوا فيه وانا كمان بتبسط فيه. عندهم فروع كتير في كذا مكان، فدايما هتلاقي فرع قريب ليكي واكسسبل لبيتك، واول ما بتوصلي بيدوكي بريسلت انت والاطفال كنوع من انواع الامان. ده غير طبعا اللوكر اللي بتحطي فيه كل حاجتك وانت مطمنه. واكتر حاجه حلوه بقى ان المكان مجمع كل حاجه بيحبها الاطفال، كل العاب الفرهده والسلايدز والترامبولين والحاجات التسلق والحاجات اللي هما بيحبوها بتخليهم يبقوا اهدى بعد ما يرجعوا. وكمان اكتر من 35 اي كيو تيبل ستيشن للاطفال بتنمي ذكائهم ومهاراتهم، كمان حواسهم، لان بيكون في العاب حسيه بيقدروا يلعبوا بيها زي مثلا الماجيك ساند. وانا كمان عايزه اطمنك ان لو معاكي اطفال من سن سنتين لغايه 9 سنين ان هم عمرهم ما يملوا في المكان ده، لان في فرايتي كبيره قوي من العاب الاي كيو حسب السن. ومن اجمل بقى الحاجات اللي انا شخصيا استمتعت بيها قوي هي الالعاب التفاعليه، ان الاطفال بنفسهم بياكلوا السمك، وعشان كده حطيناها ضمن الاوبشنز النهارده. ونصيحه بقى مني ليكي، لما تروحي المكان افصلي بقى شويه، اشربي حاجه او اقراي كتاب، لان المكان بيوفر ده. وما تقلقيش خالص عن الاولاد، لان كل تيبل بيكون فيها واحد او اتنين من الستاف عينيهم على الاولاد. ولاني كنت متاكده ان القعده هتطول، فحطيت لهم في الاختيارات كمان السناكس. وما تقلقوش خالص، لان كل السناكس المغريه واللذيذه قوي موجوده في المكان للاطفال، وهم اختاروا المره دي كوتن كاندي. ولانكم اكيد مقدرين صعوبه ان الواحد يمشي باطفاله من مكان تريكي قوي كده ومليان مغريات، فكان لازم احط لهم وان لاست اوبشن. يلا يا حبايبي على الفيس بينتينج. وطبعا مش هحتاج اوصف لكم قد ايه كانت الرسمه حلوه جدا ومتقنه، والبنات اتبسطوا بيها جدا. يا جماعه انا من موقعي هذا انادي بان هم يعملوا بيرنت ستيشن، عشان احنا محتاجين نص الدلع ده.